السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. تعالوا النهاردة نخلي البسارية في البيت. عايزة اقول لكم طعمها بيبقى حلو جدا جدا، احلى بكتير لما نشتريها مخللة جاهزة من بره. وطبعا حاجة كده اقتصادية وبسيطة وعلى قد الايد. تابعوا الفيديو للاخر وان شاء الله يعجبكم. اول حاجة انا جبت نص كيلو من البسارية عشان تتأكدي ان هي طازة. لازم عينيها معاكي تبقى بتلمع، ويكون جسمها برضو من بره كده بيلمع، وتكون متماسكة معاكي كده تتأكدي ان هي طازة. ببدأ كده انقعها في مية، يعني مش بنقعها، انا بغسلها في مية مغمورة، يعني بحطها في طبق وبغطيها بالمية وبشيلها من المية، وادلق المية واغيرها عليها 3 مرات. تمام. بعد كده بحطها في مصفى وبحط تحتيها طبق عميق، وبحطها في التلاجة لحد تاني يوم، وبعد كده ابدأ اخللها. حطيت هنا في الطبق معايا معلقة ونص كبيرة من الملح، معلقة صغيرة مليانة من السكر، سوري، من الشطة، ومعلقة صغيرة مليانة من البابريكا. الشطة هنا ضرورية جدا عشان تعتبر مادة حفظ، وكمان بتديها طعم حلو قوي. وفي ناس بتحب البسارية مشطشطة جدا، يعني ممكن تزودي كمان. والبابريكا عشان تديها لون حلو. تمام. يعني هقولهم تاني: معلقة ونص كبيرة من الملح الابيض العادي خالص الناعم، ومعلقة صغيرة مليانة من الشطة، ومعلقة صغيرة مليانة من البابريكا، وبنقلبهم مع بعض. بعد كده هجيب علبة بلاستيك واحط فيها كده كيس بلاستيك مفتوح، وهبدأ كده اخد طبقة خفيفة من البسارية كده تحت في قاع العلبة. يفضل كمان ترش شوية من الملح بالشطة كده في الاول قبل ما تحطي البسارية، بس انا نسيت، بس عادي جدا مفيش مشكلة. تمام. بعد كده برش عليها رشة من الخليط اللي عملناه ده، وابدأ اعمل طبقة تانية، وهكذا. يعني بنحط طبقة كده خفيفة رقيقة من البسارية، وبنرش عليها رشة من الملح بالشطة اللي احنا عاملينه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بنعملها كده طبقات لحد ما نخلص الكمية كلها. انا عملتها تقريبا على 4 طبقات. طبعا لو عاملة كمية اكبر بياخد معاكي يعني ضعف كمية الملح والشطة اللي احنا حطيناهم. يعني بتحطي 3 معالق كبار ملح لكل كيلو من البسارية، ومعلقة كبيرة من الشطة، ومعلقة كبيرة من البابريكا. تمام. كده انا خلصت الكمية كلها، وبدأت كده اتأكد يعني ان كل البسارية متغلفة معايا كده بالملح والشطة. حسيت كده ان في اجزاء لسه باينه كده ومحتاجه شويه ملح، فزودت لها شويه ملح ابيض عادي. تمام. كده بقت مظبوطه معايا. عايزه اقول لكم انكم ممكن تعملوا مشروع من البسارية دي وهتكسبكم حلو جدا جدا، وجد حاجه سهله قوي. بعد كده بجيب شويه من الزيت وبغطي الوش بتاعها بالزيت زي ما انتوا شايفين كده. يعني الزيت مش كميه محدده، اهم حاجه يكون الوش بتاعها كله متغطي بالزيت زي ما انتوا شايفين. طبعا الزيت بيمنع ان هي يحصل لها اي تعفن او اي حاجة وحشة، وكمان مع الشطة والملح، فما تقلقوش خالص، النتيجة مضمونة باذن الله. بعد كده بقفل عليها بالكيس بالشكل ده كده، وبجيب كيس كمان وبضغطها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، عشان يكون ما فيهاش هواء وتكون مضغوطة كويس جدا. بعد كده بتقل او بطاجن او اي حاجة تقيلة عندك، ببدأ كده احطها فوق البسارية عشان تكبسها معايا وما تدخلهاش هوا خالص. ممكن كيس ملح، كيس سكر، كيس رز، اي حاجة موجودة عندك تبدأي تقلي بيها من فوق. تمام. بس حطيها جوه كيس عشان ما تتبهدلش معاكي. بعد كده بقفل العلبة وبحطها عادي في المطبخ، مفيش اي مشكلة. يعني مش شرط خالص تحطيها في التلاجة، بس بيها حوالي 4 أو 5 ايام بيكون جاهزة معاكي. انا ممكن افتح عليها كمان بعد 3 ايام، بس زيادة الضمان خلوها 5 ايام في المطبخ، وبعد كده افتحوا عليها هتلاقوها استوت معاكم وطعمها حلو جدا جدا. هنا بقى فتحت عليها بعد 5 ايام، عايزه اقول لكم منتهى الجمال، طعم ولون حلو جدا وطعمها مظبوط قوي. فجربوها بجد بنفس المقادير دي، عايزه اقول لكم هتعجبكم جدا جدا، وسهله وبسيطه قوي. هبدا كده اطلعها عشان اوريها لكم بعد ما استوت معايا. عايزه اقول لكم كمان كل ما تنقوا البسارية كبيره كل ما تكون احلى. لو فيها كده لحم وتلاقوها سهله معاكم في الاكل. نطلع كده حبة ومش يعني بنقدمها مع ليمون، مش اكتر من كده. دي حاجة كده بديل اقتصادي للحاجات اللي بتكون غالية زي الفسيخ والحاجات دي. بصي لقيت معاها سمكة سردين كده ففرحت بيها قوي، برضو بتتخلل معاها مفيش مشكلة خالص. بعد كده هعصر عليه ليمون وبناكله بألف هنا وشفا. يا رب كده الفيديو يكون عجبكم واستفدتم منه. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتكتبوا رأيكم في التعليقات، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. ومع ألف سلامة حبايب قلبي.